السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن درس جديد في الديناميكا بعنوان طاقة الوضع. احنا عندنا الطاقة عموما بتنقسم لنوعين، طاقة اسمها طاقة الحركة ودي اللي اخدناها قبل كده، وطاقة اسمها طاقة الوضع. طاقة الحركة كرمزها طه، لكن طاقة الوضع اللي بناخدها النهارده رمزها ضاد. حلو. طب انا لما كنت باخد طاقة الحركة يا باشمهندس، كان طاقة الحركة لأي جسم بتساوي نص كاف عين تربيع، وكان الحوار خلص وكان حوار سهل قوي. لكن انا النهارده انا بتكلم عن طاقة الوضع. هل انا بتكلم اللي انت عايز طاقة الوضع على مستوى رأسي، وده في اغلب المسائل اللي احنا نتعامل معاها، ولا مستوى مائل املس، ولا مستوى مائل خشن؟ تعالى كده نفهم واحدة واحدة. لو مستوى رأسي، يعني أنا عندي جسم يا باشمهندس على بعد لام، وعايز أجيب الضاد طاقة الوضع، بجيبها إزاي؟ بضرب الكتلة في عجلة الجاذبية في لام اللي هو الارتفاع عن سطح الأرض. حلو أوي. طب أنا لو مائل أملس، لو عندي مستوى مائل أملس والجسم محطوط هنا والارتفاع بلام برضه، هستخدم نفس القانون السابق، ان طاقة الوضع بيساوي كاف في د في لام، اللي هو الوزن الرئيسي في لام. حلو. طب لو مستوى مائل خشن، بسأل نفسي سؤالين. اول حاجة، هل انت صاعد ولا انت هابط؟ يعني انا عندي الجسم في الحالة دي يبقى الجسم نفسه طالع لفوق، لكن هنا هيبقى الجسم نفسه نازل لتحت. حلو. طب انا هنا يا باشمهندس عايز اجيب طاقة الوضع، بجيبها ازاي؟ بقانون ثابت. ايه هو؟ طاقة الحركة تحت، يعني ممكن اسمي دي ألف ودي ب، اللي هي اقل نقطة ألف واقصى نقطة ب. فطاقة الحركة عند ألف بتساوي طاقة الوضع عند ب زائد الشغل المبذول بواسطة المقاومة. حلو. طب هنا هيبقى العكس، طاقة الوضع عند ب هتساوي طاقة الحركة عند ألف زائد الشغل المبذول بواسطة المقاومة. فدي القوانين الرئيسية لطاقة الوضع. تعال أفكرك بحاجة مهمة كده اتكلمنا عليها المحاضرة بتاعت طاقة الحركة، اللي هي ايه؟ اللي هي كانت دلتا طه. التغير في طاقة الحركة كان بيساوي ايه يا باشمهندس؟ كان بيساوي الشغل المبذول. انا النهارده عندي برضو التغير بس في طاقة الوضع بيساوي سالب الشغل المبذول. حلو قوي. وفي قانون كده اثباته سهل قوي، اللي انا اساوي دلتا طه بسالب دلتا ضاد. ازاي؟ هشيل الشغل واقسم على السالب واحط سالب دلتا ضاد. نتيجة القانون ده ايه يا باشمهندس؟ نتيجته ان مجموع طاقتي الوضع والحركة عند اي نقطة تساوي مقدار ثابت. يعني ايه يا هندسة؟ يعني سيادتك عندي ده كده مستوى رأسي، نقطة اسمها ألف ونقطة اسمها ب. هيبقى عند ألف في طاقة حركة وفي طاقة وضع، هي نفسها طاقة الحركة اللي عندي ب زائد طاقة الوضع اللي عندي ب. والقانون ده مهم جدا وهنستخدمه كتير قوي في حصة النهارده. يبقى انت ببساطة كده اللي بنتكلم عليه ايه النهارده؟ اللي انا عشان اجيب طاقة الوضع بسأل نفسي، لو انا كنت في مستوى رأسي او مستوى مائل املس، نفس القانون بيساوي القوة اللي هي وزن الجسم نفسه في الارتفاع عن سطح الارض.
طب لو انا كنت مستوى مائل خشن بسأل نفسي هو انا كنت صاعد ولا كنت هابط؟ لو صاعد يبقى طاقة الحركة اللي انا اتحركت بيها من تحت تساوي طاقة الوضع اللي اوصل لها عند اقصى نقطة فوق زائد الشغل المبذول بواسطة المقاومة. لكن لو انا هابط يبقى طاقة الوضع عند اعلى نقطة على المستوى هتساوي طاقة الحركة اللي اوصل لها في النهاية زائد الشغل المبذول بواسطة المقاومة. وعايز افكرك ان التغير في طاقة الوضع عكس التغير في طاقة الحركة. التغير في طاقة الحركة كان بيساوي الشغل المبذول، لكن التغير في طاقة الوضع بيساوي ايه؟ سالب الشغل المبذول. وان انا عند اي نقطة سواء المستوى رأسي او المستوى مائل اقدر اجمع مجموع طاقتي الحركة والوضع هنا هيساوي مجموع طاقتي الحركة والوضع هنا. فكل اللي عايزه منك سيادتك دلوقتي انك تكتب لي القوانين دي ودي وتهدى كده 10 دقايق براحتك خالص تحفظهم عشان تبتدي تحل معايا من اول السبوره اللي جايه. تعال نبص كده المسائل بتاعتنا ونطبق على الشغل بتاعنا. اول سؤال بيقول لي سقط جسم كتلته 1/10 كيلو جرام من ارتفاع 3 امتار عن سطح الارض. عايز كل من طاقتي الحركه وطاقه الوضع في الثلاث حالات دول. لو انا عندي جسم يا باشمهندس هيقع سقط، يبقى طاقة الحركة هتساوي ايه؟ سقط. لحظة سقوطه في الوقت ده طاقة الحركة هتساوي ايه؟ نص كاف فصفر، لان انا سبته يعني ما اديتهوش سرعة يبقى بصفر. طب وطاقة الوضع هتساوي كاف د في الارتفاع. كاف بكام؟ 1/10. د بكام؟ 9.8 في الارتفاع اللي هو كام؟ 3 امتار. نحسبها بالآلة يديني 2.94. طب وحدة طاقة الوضع نفس طاقة الحركة جول. خلصت. حلو قوي. كده أول مطلوب خلص. تاني مطلوب بيقول لك حينما تصبح سرعته 560 سنتيمتر لكل ثانية. حلو. سمي بسم الله. لا سمي ألف. بسم الله ايه بس احنا هنقرا قرآن. سمي ب. حلو. طب انا عندي الف كده عندي طاقه وضع وطاقه حركه، عندي ب عندي طاقه وضع وطاقه حركه. صح صح يا استاذ، كلام زي الفل. ماشي بس انا مش فاهم حاجه. ايه ده بس كده؟ ايه ده بس كده؟ هفهمك دلوقتي. بص يا سيدي، رقم 2 عندما تصبح سرعته 560 يعني هو هنا. هل تقدر تحسب طاقه الحركه؟ طه يساوي نص كاف عين تربيع. يبقى نص فيه كاف بكام؟ كاف ب1/10 عين تربيع 560 على 100 الكل أس 2. بس كده يا سيدي. يبقى نص فيه 1/10 في 560 على 100 كل أس 2 يديني كام؟ 6.272 جول. شاطر يا باشمهندس. خلصت. برنس. حلو. طب ما تيجي تقارني ما بين ألف وب عشان تجيب طاقة الوضع عند ب. ازاي يا باشمهندس؟ مش احنا قلنا ان طاقة الحركة عند ألف زائد طاقة الوضع عند ألف بيساوي طاقة الحركة عند ب زائد طاقة الوضع عند ب. برنس يا باشمهندس. طاقة الحركة عند ألف بكام؟ بصفر يا هندسة. طاقة الوضع عند ألف بكام؟ ب2.94 يا هندسة. ايه يا هندسة انت بتغش؟ ايوه بغش. امال انا هجيبهم تاني؟ ما احنا لسه جايبينهم اصلا. برنس يا هندسة. ماشي. بيساوي طاقة الحركة عند ب ما لسه جايبها 6.272 زائد طاقة الوضع عند ب. طب انا يا باشمهندس عايز طاقة الوضع عند ب اودي بعكس الإشارة. شاطر رياض. خلصت. يبقى اقول لي ايه بقى؟ 2.94 ناقص 6.272 يديني كام بقى؟ سالب 3.2 وحدة قياسك ايه؟ جول. خلصت. حلو قوي. ماشي. طب انا عايز بعد كده لحظة وصوله سطح الارض. طب انا دلوقتي يهمني الرقم ده ويهمني الرقم ده. عند وصوله سطح الارض سمي دي جيم. نفس القصة. طاقة الحركة عند ألف اهو زائد طاقة الوضع عند ألف هيساوي طاقة الحركة عند جيم زائد طاقة الوضع عند جيم. واقول لك دلوقتي جملة حلوة قوي هتتمزج وانت بتسمعها. ركز معايا كده هبسطك. طاقة الحركة عند الألف بكام؟ بصفر.
زائد طاقة الوضع اللي عندي ألف بكام؟ ما أنا لسه جايبها ب 2.94. حلو. طاقة الحركة عند ج دي اللي هو عايزها يا أستاذ. زائد طاقة الوضع عند ج بصفر. الارتفاع هنا بصفر. يبقى طاقة الحركة عند ج بتساوي إيه؟ 2.94. إيه اللي أنت ملاحظه؟ جول طبعًا. ايه اللي انت ملاحظه يا هندسه؟ والله يا هندسه انا ملاحظ ان طاقه الحركه عند اسفل نقطه بتساوي ايه؟ طاقه الوضع عند اعلى نقطه. ودي قاعده ثابته في اي مستوى راسي. حلو قوي. سؤال زي الفل. ماشي. تعالى نبص على السؤال اللي بعده. وضع جسم كتلته 2 كيلو جرام عند قمه مستوى ماء الاملس. ماشي. انا عندي ده كده مستوى ماء الاملس وحطيت جسم هنا. فتحرك من السكون حلو على خط اكبر من المستوى، فاذا بلغت طاقه حركته عند قاعده المستوى 8، يعني الجسم هيجي هنا سمي ا سمي ب، فاوجد ارتفاع المستوى. عايز الارتفاع اللي هو الجزء ده. ركز معايا يا باشمهندس، ركز معايا كده عشان هنخلص الحوار دوت. والله المفروض طاقه الحركه فوق زائد طاقه الوضع فوق هيساوي طاقه الحركه تحت زائد طاقه الوضع تحت. برنس. كلام سهل وسلس. حلو. طاقة الحركة فوق بكم؟ هو ايه اللي فإذا بلغت طاقة حركته عند قاعدة المستوى ب 8. يعني ده اللي ب 8، 8 في 9 و8 عشان نحول على طول. ماشي. زائد طاقة الوضع هنا بصفر لأن مفيش ارتفاع. حلو. طاقة الحركة عند الألف هو عايز ارتفاع المستوى، يبقى طاقة الحركة عند الألف بكم؟ بيقول لي تحرك من السكون يبقى بصفر. طب طاقة الوضع عند الألف؟ ده بيساوي كاف د في ايه؟ في لام. شاطر يا دي علي. كاف ب2 ودال ب9 و8 في لام اللي هو عايزه الارتفاع. طب ما تطير طير برنس. يبقى 2 لام ب8 يبقى لام بكام؟ ب4. وحدة قياسي المتر. يعني أنا لو فاهم يا باشمهندس المسائل بالنسبة لي هتبقى سهلة ومش مستاهلة. حلو. اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي يا هندسه، بيقول لي ايه بقى يا صديقي؟ صعد رجل كتلته 50 كيلو جرام. ده راجل رفيع قوي. 50 كيلو جرام دي انا وزني 80 وفي اوزان 70، فهو محتاج يزيد الراجل ده. مسافه 2.5 متر على خط اكبر ميل لمستوى يميل على الافقي بزاويه قياسها 30. يبقى انا عندي الراجل المحترم ده هيصعد كتلته 50، المسافه 2.5 والزاويه دي 30. ماشي. احسب الزياده في طاقه وضعه مقدره بالجول. يعني ايه زياده في طاقه وضعه؟ ما هو انت لما تصعد وصلت الالف وانت عندي بايه؟ وانت عندي بطاقه وضعك بكام؟ بصفر. لان الارتفاع بصفر. يبقى الزياده في طاقه الوضع، يبقى انت عايز طاقه الوضع عند الف. حلو. طب ما طاقه الوضع عند الف هيساوي ايه؟ كاف د في ايه؟ في لام. كاف بكام؟ ب50. دال بكام؟ 9 و8. لام بكام؟ يعني انت عايز طول الحته دي صح؟ ما طول الضلع المقابل لزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر. شاطر. نص ال2.5 1 وربع. يا حلو. بس كده خلصت اهوت 1 وربع. بالآلة يا بيه خلصت المسألة. 50 في 9 و8 في 1 وربع. يديني كام؟ 612.5 جول. خلص السؤال في خطوة. حلو. كلام حلو. اللي بعده قذف جسيم كتلته 400 جرام إلى أعلى مستوى ماء الأملس. أحدف جسم لفوق. ماشي. وعلى خط أكبر ميل بسرعة 200. احسب التغير الذي يطرأ على طاقة الوضع عندما تصبح سرعته 50. يعني لما يوصل هنا كده مثلا، يعني دي أ ودي ب، بيقول لي في تغير يحدث في طاقة الوضع، يعني هو عايز ض ب. طب ما تنفذ قانوننا. ط أ زائد ض أ هيساوي ط ب زائد ض ب. حلو. ط أ بكام؟ بقول لك قذف بسرعة يبقى نص
في كاف 400 على 1000 في عين تربيع 200 على 100 في الاتنين تربيع يبقى 4. ضاد ألف بصفر هيساوي ط باء. ط باء يعني نص في كاف 400 على 1000 في عين تربيع 50 على 100 تربيع يعني نص تربيع زائد ضاد باء. بالآلة والدب بعكس الإشارة خلصت المسألة. يبقى بالآلة نص 400 على 1000 في 4 ماشي ناقص نص في 400 على 1000 في ربع اللي هو نص تربيع يطلع ب3 على 4. يبقى ضاد باء ب3 على 4 يعني 75 من 100 ايه؟ جول. شكرا شكرا. حلو خلص السؤال. اللي بعده يا باشمهندس. اللي بعده. يلا يا بيه ركز معايا كده عشان نخلص. من نقطة ألف على سطح الأرض. نقطة ألف على سطح الأرض. ماشي. كثفت كرة كتلتها 4 و9 رأسيا إلى أعلى. ماشي. وبسرعة كذا. ماشي. فمرت الكرة بنقطة ب. افترض إن دي ب. ماشي. تقع رأسيا أعلى ألف بسرعة 4 متر كل ثانية. يعني لما مرت هنا كانت سرعتها 4 متر كل ثانية. وبإهمال المقاومة في حركة الكرة من ألف إلى ب عايز طاقة الوضع المكتسبة للكرة. نفس القصة. طاقة الوضع عند ألف بكام؟ بصفر. طاقة الوضع المكتسبة يعني في طاقة وضع حصلت عند ب. أحل إزاي؟ أقول له ط ألف زائد ضاد ألف هيساوي ط باء زائد ضاد باء. حلو أوي. ط ألف بكام؟ نص في هل كيف مديها لي؟ 4 و9 في العين اللي هو يتصل فيها 10 كل تربيع يبقى 100. ضاد ألف بصفر. ط باء يبقى نص في 4 و9 في السرعة كام؟ 4 يبقى 16 زائد ضاد باء. ودي بعكس الإشارة يا هندسة. خلص السؤال. يبقى ضاد باء هيساوي كام؟ وخمسة وتمانية من 10 ايه؟ جول. حلو. طب عايز بعد نقطة ب عن سطح الأرض. طب ما طاقة الوضع بيساوي ايه أصلا؟ بيساوي كاف د في ايه؟ في لام في البعد عن سطح الأرض. سمي ده لام. كاف بكام؟ ب4 و9 وده بكام؟ ب9 و8 في ايه؟ في لام. يبقى اللام بتساوي ايه بقى؟ بالآلة هندسة أقسم 205 و8 من 10 على 4 و9 في 9 و8 يديني كام؟ 2.29 من 100 متر. بس كده يا سيدي. حلو. هنبص على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هندسة. بيقول لي الشكل الموضح يمثل بندول بسيط وهو عبارة عن كرة معلقة في نهاية خيط وطول الخيط 1.3 متر اللي هو 130 سم. يعني ده كده 130 سم. ماشي. يبدأ البندول حركته من السكون. يبقى هنا في سكون يعني عين الابتدائية بصفر. ابتداء من ألف ويتحرك حرا ليتذبذب في زاوية قياسها 2 ه. دي كلها 2 ه نصها ه. حيث ظا ه ب5 على ال 12. يبقى أنا كده لو رسمت مثلا مثلث اللي هو المثلث النازل ده 130 وظا ه يساوي ايه على ايه؟ المقابل اللي هو 5 على المجاور اللي هو 12. يبقى ده 5 وده 12 يبقى المفروض ده كام؟ 13. فلو انت هتقول لي ده 130 يبقى ده 50 وده 120 ومنتهى البساطة. حلو. احسب سرعة الكرة عند النقطة باء حيث ب في منتصف المسار. احل ازاي يا باشمهندس؟ ركز كده. انا عندي دلوقتي يا باشمهندس ال 130 ديت الطول. عايز احسب
السرعة عند ب اللي هي هنا. السرعة عند أ معلومة، يبقى طاقة الحركة عند أ معلومة، طاقة الوضع عند أ معلومة. معلومة بكام؟ لا دي مش معلومة يا باشمهندس. يبقى أنا المفروض أقول له إن طاقة الحركة عند الأ زائد طاقة الوضع عند أ بيساوي إيه؟ طاقة الحركة عند الب زائد طاقة الوضع عند الب. حلو. طاقة الحركة عند الأ بكام؟ بصفر. حلو. طاقة الوضع عند الأ مش معلومة. حلو. هيساوي طاقة الحركة عند الباء، ده أنا عايزها أصلا اللي هي نص في كاف كتلة الجسم كام؟ مش مديهالي، يبقى نص في كاف في عين تربيع، ودي اللي أنا عايزها. زائد طاقة الوضع عند ب. طب ما أنا ممكن أودي دي بعكس الإشارة، يبقى طاقة الوضع عند الألف ناقص طاقة الوضع عند ب هيساوي نص في إيه؟ في كاف في عين تربيع. حلو أوي. طب ما التغير في طاقة الوضع بيساوي إيه؟ سالب الشغل المبذول، صح؟ حلو. يبقى الشغل المبذول نفسه من أ إلى ب. الشغل المبذول نفسه من أ إلى ب بيساوي إيه؟ هيساوي كتلة الجسم نفسه اللي هو كاف في د عجلة الجاذبية في إيه بقى؟ في المسافة اللي هي من أ لب اللي هو البعد ده. البعد ده بكام يا باشمهندس؟ ما أنت لسه جايبه ب 50. يبقى ده كله هيساوي نص في كاف في عين تربيع. يلا يا هندسة طير طير كاف مع الكاف. يبقى انا عايز عين تربيع اضرب الطرفين في 2 عشان اطير النص ده، وانا عايز عين بس يبقى اخد ايه؟ اخد الجذر. يبقى العين يا باشمهندس هتساوي جذر 100 في 9 و8 يديني كام؟ 14 جذر 5 او اس دي يديني كام؟ 31 و3 من 10 متر لكل ثانية. حلو قوي زي الفل. ماشي. تعال نبص على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هندسه بيقول لي ايه؟ وضع جسم كتلته 300 جرام عند قمه مستوى مائل ارتفاعه 2 متر. يبقى انا عندي دلوقتي جسم هحطه فوق كتلته 300 جرام، ارتفاع المستوى نفسه 2 متر. احسب السرعه التي يصل بها هذا الجسم الى قاعده المستوى. الجسم يصل هنا، سمي دي ب. يبقى انت عايز العين عند ب. إذا كان مقدار الشغل المبذول ضد المقاومة 2 و13، يبقى المستوى ده مستوى خشن. فاكر القانون بتاع الهبوط نفسه كان بيساوي إيه؟ كان بيساوي إن طاقة الوضع عند أ اللي هو عند النقطة اللي فوق بتساوي طاقة الحركة عند ب زائد الشغل المبذول بواسطة المقاومة. طاقة الوضع عند أ عبارة عن إيه؟ عبارة عن كاف في د. كاف في كام يا باشمهندس؟ الكاف عندك فوق مدالك 300 على 1000 في د اللي هو ب 9 و8. حلو. في البعد نفسه اللي هو الارتفاع اللي هو كام؟ 2 متر. هيساوي طاقة الحركة عند ب اللي هو نص كاف عين تربيع. كاف بكام؟ 300 على 1000 في عين تربيع يا باشمهندس اللي هو عين باء تربيع زائد الشغل المبذول تحت اللي هو كام؟ 2 و13. ادي الرقم ده، احسب الرقم ده بالاله الاول. يلا واحده واحده كده معايا. 300 على 1000 في 9 و8 في 2 يطلع ب 5 و88 هيساوي نص في 300 على 1000 هيطلع ب 15 من 100 عين تربيع زائد 2 و113. اودي ده بعكس الاشاره. واقسم على الرقم اللي قدامي. ده كله هيساوي عين تربيع، صح؟ طب لما اخد الجذر الطرفين يبقى بيساوي عين. يبقى الجذر التربيعي ل 5 و88 على كام؟ 15 من 100 يطلع بكام؟ ب 5 متر لكل ثانية. بس كده يا سيدي. حلو. تعال نبص على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس آخر سؤال في الحصة. بيقول لك إيه بقى؟
أثرت القوة المحافظة ق بتساوي 3 و5 على جسم عند تحريكه من الوضع أ إلى الوضع ب في زمن قدره 2 ثانية، وكان متجه الموضع مديهولي. احسب التغير في طاقة الوضع الجسم حيث معيار القاف بالنيوتن ومعيار الر بالمتر والنون بالثانية. أنا عندي التغير في طاقة الوضع بيساوي إيه؟ سالب الشغل المبذول. طب أنا ممكن أجيب الشغل هتساوي إيه في إيه؟ الشغل يا باشمهندس بيساوي القاف في الف. حلو. القاف بكام؟ ب3 و5. طب والف بكام؟ ده الف ده في أول حصة في تفاضل الدوال المتجهة كان بيساوي ر ناقص ر صفرية. ر ناقص ر صفرية يعني هاخد المتغير بس واشيل الثوابت. حلو قوي. ده الف بتاعتنا. يبقى ده كده في 3 ن تربيع و5 ن تربيع. كمل كده يا باشمهندس. الاول في الاول ب9 ن تربيع، الثاني في الثاني 25 ن تربيع، اجمعهم يبقى 34 ن تربيع. حلو. يبقى عندي ن بكام بقى؟ انت مديها لي ن ب2، يبقى الشين متجه هيساوي كام؟ 34 ن تربيع اللي هو بكام؟ في 2 يبقى 34 في 4 يديني 136. يبقى هنا 136 ايه؟ جول. يبقى اذا طاقة الوضع بقى يا باشمهندس هتساوي ايه؟ سالب 136 جول. بس كده يا سيدي خلصت المسألة. فأنا عايزك في الدرس دوت كل اللي أنت تعمله تثبت القوانين بتاع الدرس وتحفظها واحدة واحدة، وبعد كده تبتدي تحل المسائل بتاعتنا بتاعت البي دي اف، وبعد كده تخش على الواجب. وقف قدامك أي سؤال ابعتولي على طول على جروب الواتساب. توفيق للجميع إن شاء الله، دمتم موفقين. السلام عليكم.